توقيت التغييرات وتوقيت اللعيبه اللي نزلت، وحمد لله على السلامه لعبد المنعم. طبعا عبد المنعم يعني الواحد بيحسه النسر اللي على العلم والله. الواحد فرح كده لما شاف عبد المنعم في الملعب تاني. هيثم حسن بدايه موفقه ليه، وشه حلو على المنتخب هو واللعيبه الجديده اللي دخلوا المنتخب. هيثم حسن شفت ان الاعلام حط لود جامد عليه، وكان باين النهارده في الملعب ان هو عايز يقول انا عندي، احنا شايفين ان انت عندك، بس يعني هو هدى على نفسه شويه، يهدى بس على نفسه شويه، هتلاقي الكره بتيجي واحده واحده، وهنلاقيه بيقدم حاجات مع المنتخب وهو حلو وكورته حلوه. حاجه كمان برضو حابب اتكلم فيها، فكره هو ليه ما خدش اللعيب الفلاني وليه واخد اللعيب الفلاني. كل مدير فني هيبقى ليه ستايل لعب معين، او بيدور على لعيبه معينه بتنفذ طريقه لعبه. انا ممكن في لعيبه في المنتخب انا مش فاهم هم اتاخدوا ليه، او مش عاجبني ان هم اتاخدوا في المنتخب، بس في النهايه انا اقدر احاسبه لو الراجل ده اخفق. انما طول ما المنتخب ماشي كويس جدا انا ما اقدرش ان انا اتكلم معاه في حاجه، وما ينفعش ابقى على الارض ومره واحده ابقى عايز ابقى في القمر واحده واحده. في وقت هاخده وانا طالع في الرحله دي. في النهايه يا جماعه سيبوا الراجل يمشي بالسيستم اللي ماشي بيه، هو عارف اللعيبه اللي هتطبق كلامه،